بسمة بوسيل تثير غضب المغاربة بهذا الفعل لا أخلاقي دون اعتبار لضحايا الزلزال. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. تسببت العارضة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان المغربي تامر حسني بإثارة غضب المغاربة بسبب إطلالتها الجريئة واستمتاعها بحياتها الباذخة في الوقت الذي يعيش فيه مواطنوها حالة من الحزن على ضحايا الزلزال. ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة بأحد المنتجعات السياحية في اليونان وقت الغروب. ظهرت بسمة بوسيل مرتدية بيكيني أسود ونظارة شمس سوداء مسدلة شعرها على ظهرها مستمتعة بتناول العصير والفاكهة الطازجة التي وضعت في طبق عائم كبير على شكل قلب. فيديو بسمة بوسيل جاء في وقت لا زالت تحاول فيه السلطات البحث عن المفقودين الذين قضوا تحت ركام المنازل التي تدمرت بفعل الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة قبل الماضي، ما تسبب في هجوم كبير عليها من قبل المتابعين المغاربة. وفي هذا السياق هاجمت إحدى المتابعات بسمة بوسيل قائلة: انتي ما كتشرفيناش تكوني مغربية، بلادك في أزمة وانتي عايشة الحياة باش تفقسي تامر. وانتقدت متابعة أخرى ظهورها بهذا الشكل في هذا الظرف الحزين قائلة: من لا يحس بإخوته في الحزن فلا خير فيه. وقالت أخرى: الناس لا زالت تحت هول الفاجعة وفي بلادك يا حسرة وانت كتستفزي فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. وتعبيرا عن غضبها الكبير قالت متابعة أخرى موجهة رسالة لبسمة بوسيل عديمة الإحساس والوطنية: ولاد بلادك ماتوا بالزلزال وانت ما درتي حتى منشور تعزي فيه الضحايا وعايشة حياتك عادي. المغاربة كلهم في حداد، تامر حسني مصري وعزانة، فيه الخير عليك. كانت بسمة بوسيل قد وثقت قبل يومين لحظة وصولها للاستجمام في جزيرة ميكونوس في اليونان بفيديوهات نشرتها على إنستغرام، وظهرت وهي ترتدي فستان بقماش ناعم ومزخرف. ووفقا لفيديو نشرته خرجت بسمة بوسيل إلى مسبح عائم عليه سرير وتعلق على الفيديو بأن تجربتها هذه المرة في ميكونوس رائعة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.